يا مساء الخير والرضا والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. النهاردة هعمل معاكم الزبادي البيتي بطريقة زمان، الطريقة البسيطة الأصلية. هيطلع متماسك ومن غير مية خالص. يعني بصوا أنا بقلب الكوباية مفيش فيها مية نهائي. الزبادي كريمي جدا بوش قشطة، طعمه مفيش أحلى من كده. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. وفي الأول كده بسم الله. انا جبت كيلو لبن غليته كويس قوي وسبته يهدى شويه من الحراره، بس لازم نشتري اللبن من مكان مضمون، بحيث ان احنا لما بنيجي نغليه بيكون وش قشطه كده، يبقى اللبن ده بخيره مش مغشوش ومش بتخفف بميه. اللبن طبعا معايا سخن بسيط جدا. بحتاج لكوبايه زبادي بلدي صغيره. بخفقها بالمضرب السلك علشان تبقى ناعمه ميبقاش فيها اي كتل خالص، ودي خطوه مهمه. بنزل بالزبادي على اللبن، وبرضو بالمضرب السلك بقلبهم مع بعض. اللبن يعني عندي سخن بسيط جدا، بحيث ان انا لو نزلت طرف صباع ايدي كده في اللبن بتحمل الحرارة بتاعته. هنا بعمل خطوة بقى مهمة علشان الزبادي يبقى ليه وش قشطة كده، او بيبقى عامل زي الفقاعات الخفيفة كده زي اللي بنشتريه من المحل بالظبط. فهنا بالمغرفة كده باخد اللبن وبرفعه لفوق كده يعمل رغوة على الوش، وببتدي اجيب الكوبايات وبصب فيها شوية. بصوا وانا بصب بقى هنا اللبن برضو فيه رغوة بسيطة كده مع اللبن وانا بصب. بالمغرفة برضو بنرفعها لفوق كده حاجة بسيطة، وبنصب اللبن بالطريقة دي. بنلاحظ الرغوة دي بعد ما الزبادي بيجمد بتبقى هي دي الوش القشطة بتاع الزبادي. كده بيديكي نفس النتيجة بالظبط زي الزبادي البلدي اللي انت بتشتريه من عند اللبان. كمان كيلو اللبن هيعمل لنا عدد كوبايات اكبر بكتير من اللي احنا بنشتريه. يعني هنا انا عاملة 7 كوبايات، 3 حجمهم صغير و4 حجمهم وسط. نفس المقدار ده لو انا فضيته في كوبايات الزبادي اللي هي البيضة اللي بنشتريها من بره هيعمل اكتر من 10 كوبايات. انا دلوقتي هعبي اللبن في كوباية اللي هي كوباية الزبادي، وهفضيها في كوباية ازاز، وهنشوف ان المقدار يعني هيبقى محتاج نزود عليه شوية كمان. فلو كيلو اللبن احنا فضيناه في كوبايات الزبادي دي، لو احنا عندنا عدد منها يعني هيعمل لنا كمية حلوة قوي. هنا انا هفضيها في الكوباية الازاز، ودي اصغر كوباية عندي انا بعمل فيها زبادي، فطبعا ما كملتش وهنزود عليها شوية كمان. كده نقدر احنا نحسبها. لو عندنا كوبايات بحجم كوباية الزبادي اللي بنشتريها من بره فهنطلع عدد كبير قوي. بعد ما مليت الكوبايات كل اللي بعمله ان انا بحطه في مكان دافي. عندي فرن الكهرباء مش هستخدمه الفترة دي، فانا شغلته دقيقتين 3 لحد ما بقى سخن. طفيت النار، دخلت كوبايات الزبادي وسبتها 6 ساعات. انا عادة بسيبها من 5 ساعات ل6 ساعات وبيطلع معايا متماسك بالشكل ده. انا عملت الزبادي الساعه 8، حطيته في الفرن وهو سخن، وما ننساش نطفي النار وبقفل عليه، ما بفتحش عليه تاني غير الساعه 2 قبل السحور. يعني سبته 6 ساعات طالع متماسك بوش قشطه كريمي ناعم جدا، طعمه ممتاز. يعني الزبادي البيتي مفيش احلى منه ولا انضف منه، والنتيجه ممتازه زي ما انتوا شايفين. هاتي لبن من مكان مضمون، كوبايه زبادي بلدي صغيره، تحطيه في مكان دافي من 5 ل6 ساعات، هتعملي احلى زبادي في البيت. جربوا الزبادي بتاع زمان بطريقة بسيطة، ان شاء الله هيعجبكم.